اهلا وسهلا بكم، معاكم علاء هشام في اهم اخبار النادي الاهلي النهارده. فيلا بينا على طول. الاهلي بيستأنف تدريباته النهارده استعدادا لمواجهه صن داونز السبت المقبل. الجهاز الفني بيسرع الزمن لتجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا لمواجهه صن داونز يوم السبت المقبل في دوري ابطال افريقيا. لاعبي الاهلي الكبار يؤكدون على ان القتال في مباراه صن داونز حتى لا يتأزم موقف الفريق في الجولات الاخيره. مارسيل كولر يضع خطة مع معاونيه لاستغلال الفراغات بين قلبي دفاع صن داونز والمساحات التي تتوفر خلف الظهيرين للفوز على فريق الجنوب افريقيا. صحف جنوب افريقيا بتقول مواجهة الاهلي ستكون اكبر اختبار لصن داونز لفترة طويلة، ورغم انهم سيعلمون ان المباراة ستكون صعبة بالنسبة لهم بسبب خسارة الاهلي في المباراة الافتتاحية. نعلم أنهم الأوفر حظا للفوز علينا، لكن نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة. كولر يطالب لاعبي الأهلي بعدم الاستعجال الفوز في مباراة صن داونز، ويطالبهم بالهدوء حتى الوصول إلى ما يريده الجميع وهو الفوز باللقاء. الأهلي بأكد أن تقييم لاعيبة الأجانب سيكون في نهاية الموسم، وإن ما تردد على رحيل بيرسي تاو غير صحيح. كولر بيمنح مهاجمي الأهلي تعليمات ضرورة الضغط على ثنائي قلب الدفاع لنادي صن داونز لاستغلال عدم قدرتهم بالخروج بالكرة بشكل صحيح. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بما قدمه الأهلي في كأس العالم للأندية، ويؤكد أن مصر لديها إنجازات كبيرة في كرة القدم. تعثر بيراميدز وفيوتشر أمس يؤكد أن الأحمر لو نجح في الفوز في المؤجلات الخاصة به قد يحسم لقب الدوري مبكرا بسبب حالة الخوف التي تسيطر على مسؤولي الهلال من مباراة القاهرة. خطيب بيطمن الهلال السوداني ومسؤوليه أنهم مرحب بهم في مصر بلدهم الثانية. حارس مرمى صن داونز بيقول الاستعدادات مواجهة الأهلي تسير على ما يرام، هي أهم مباراة في دوري أبطال أفريقيا والجميع سعداء في الفريق لأننا سنلعب مع الأهلي ولدينا 6 نقاط وسنحقق سلسلة انتصارات متتالية وهذا سيمنحنا للعب بأريحية. محمد شبانة بيقول الأهلي بدون إصابات في الوقت الحالي وهناك وفرة في كل المراكز وليس هناك حجة للاعبين. المباراة المقبلة أمام صن داونز لا تقبل الهزار ولا بد الفوز بها. إمام عاشور في مهمة مع ميتلاند ضد لشبونة الليلة ويأمل في تسجيل هدف جديد.